غير المسلمين. الله يبارك. لا أفضل التصوير هكذا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فقد اختتمت بفضل الله تعالى وتوفيقه أعمال ملتقى مؤسسات العلماء لنصرة القدس وفلسطين، الذي انعقد على مدار 3 أيام في مدينة اسطنبول العامرة، بحضور ممثلين عن 50 مؤسسة من مؤسسات العلماء والدعاة، اجتمعت من 28 دولة للتباحث في الآليات العملية الفاعلة لقيام العلماء ومؤسساتهم بواجبهم في نصرة القدس وفلسطين، التي هي قضية كل مسلم وحر شريف. ويتقدم العلماء العاملون الصفوف في العمل لها ولنصرتها. وقد وضعت هذه المؤسسات خطة للفعاليات المشتركة التي تنفذها مؤسسات العلماء بشكل جماعي مشترك، لتكون الثمار أكثر نضجا والأفعال على أرض الواقع أعمق تأثيرا وأوسع انتشارا. كما وضعت مؤسسات العلماء خطة مشتركة لتنفيذها في أسبوع القدس والأقصى، الذي يوافق الأسبوع الأخير من شهر رجب من العام الجاري 43 و400 وألف للهجرة. وإن العلماء المشاركين في الملتقى إذ يوجهون الشكر للبلد المضيفة تركيا، يتعاهدون مؤسسات وأفرادا على بذل الوسع في العمل الدائب لنصرة القدس وفلسطين، كما يؤكدون الآتي: أولا، يحيي العلماء المشاركون في ملتقى مؤسسات العلماء لنصرة القدس وفلسطين أهلنا في فلسطين البطولة والفداء، المرابطين في القدس، المدافعين عن أولى القبلتين مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمحاصرين في غزة العزة، والثابتين في الضفة الغربية البطلة، والمتجذرين في أرضهم وأرضنا المحتلة عام 48 و900 وألف للميلاد. ويؤكدون أن الأمة جمعاء وفي مقدمتها العلماء تعقد الآمال بعد الله تعالى على أهل فلسطين البطولة والفداء في إبقاء جذوة القضية مشتعلة، كما يؤكدون دعمهم غير المحدود لهذا الشعب المرابط البطل وشراكتهم معه في ساحات الفداء والتضحية. ثانيا، يحيي العلماء المشاركون في الملتقى المقاومة الباسلة على أرض فلسطين، التي أذاقت العدو وبال أمره ومرغت أنفه في رغام الذل والهوان، لا سيما في معركة سيف القدس الأخيرة. ويؤكدون التفاف العلماء ومعهم الأمة الإسلامية حول هذه المقاومة الباسلة. وهنا يؤكد العلماء أن الأصوات النشاز التي ترتفع بين الفينة والأخرى في مهاجمة المقاومة الفلسطينية ومحاولة تشويهها ما هي إلا أصوات خبيثة تخدم الكيان الصهيوني وأذنابه من المرتزقة. ويؤكدون على وجوب التفاف الأمة حول هذه المقاومة الباسلة التي تمثل نموذجا فذا في صد العدوان الصهيوني وردعه وإهانته. قال تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. ثالثا، يبرق العلماء المشاركون في الملتقى بأبلغ التحيات إلى شيخ الأقصى الشيخ رائد صلاح، الرابض كالطود الشامخ في زنازين هذا العدو الصهيوني الجبان، مؤكدين أن هذا الاعتقال الجائر الذي يمثل جريمة من أبشع الجرائم الصهيونية
بحق رموز وعلماء الشعب الفلسطيني لن يزيد الشيخ رائد صلاح وإخوانه وطلابه إلا عزيمة وإصرارا على متابعة طريقه في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك وحمايته من رجس العدو الصهيوني الغاصب. رابعا، يدين العلماء المشاركون في الملتقى عمليات الاقتحام الصهيونية المستمرة للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المقابر والأوقاف الإسلامية، ويطالبون المؤسسات الفاعلة والحاكمة في بلدان العالم الإسلامي بالتحرك العاجل لوقف عملية التهويد والتقسيم الزماني والمكاني التي تعمل قوات الاحتلال الصهيوني على تكريسها في المسجد الأقصى المبارك. خامسا، يدين العلماء المشاركون في الملتقى بأشد عبارات الإدانة قيام رئيس الكيان الصهيوني باقتحام المسجد الإبراهيمي في الخليل، ويؤكدون أن المسجد الإبراهيمي كما سائر مساجد فلسطين التي يعيث فيها اليهود الصهاينة فسادا وتخريبا حق خالص للمسلمين وليس فيه حق لغيرهم، وإن التهويد القسري لن يغير من الحقيقة شيئا. ويدعو العلماء أهلنا الأبطال في الخليل الصامدة إلى الاعتكاف في المسجد الإبراهيمي رغم أنف العدو الغاصب. قال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سادسا، يؤكد العلماء المشاركون في الملتقى أن الاتفاقيات التطبيعية والتحالفات العسكرية أو السياسية مع الكيان الصهيوني لا سيما التي قامت بها مؤخرا مجموعة من الأنظمة العربية هي ضرب من ضروب خيانة الله ورسوله والمؤمنين وخيانة مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودماء الشهداء، ويطالبون هذه الأنظمة بالتوقف عن هذه الهرولة المخزية باتجاه الكيان الصهيوني الذي لن يحقق لهم أمن عروشهم ومناصبهم وسيكون خزيا لهم في الدنيا والآخرة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. سابعا، يطالب العلماء المشاركون في الملتقى دول العالم الإسلامي بالتوقف عن التفكير بالتطبيع مع الكيان الصهيوني والالتفات إلى الأجيال الشابة إعدادا وتأهيلا للمعركة مع الكيان الصهيوني التي ستكون معركة فاصلة يدخل فيها عباد الله تعالى المسجد الأقصى مهللين مكبرين يهدمون الباطل الصهيوني ويهدمون معه أوهام المهزومين التطبيعية. قال تعالى: إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. ثامنا، يدعو العلماء المشاركون في الملتقى بقية علماء الأمة وكافة مكوناتها وكوادرها الإعلامية والسياسية والأكاديمية والمهنية على مستوى المؤسسات والأفراد لا سيما من الشباب الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الطرق الحديثة لتوعية جميع شرائح المجتمع، وأن تكون فلسطين حاضرة في خططهم، وأن تكون القدس على رأس أجندة برامجهم، ويؤكدون أن الدفاع عن فلسطين
هو دفاع عن الأمة كلها، وأن مواجهة الكيان الصهيوني مواجهة لخطر يحدق بجميع بلاد المسلمين دون استثناء. قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.